نروح بقى لمساله الصفقات الجديده، وهل ممكن نشوف صفقه جديده سواء الاهلي او الزمالك موجوده في التشكيل الاساسي للفريقين؟ انا بقول انه الاهلي استفاد اكتر من الصفقات الجديده او من فكره الصفقات، مش كل الصفقات، ولكن استفاد من البند ده او من المحور اللي احنا هنتكلم عليه ده، لانه بالفعل شارك يحيى عطيه الله في مباراه جورماهيا ذهابا وايابا، قدر ان هو يصنع هدفين، اكتسب حساسيه المباريات، واحنا بنتكلم على لعيب دولي اصلا، وبالتالي اندماجه كان طبيعي جدا ان هو يندمج بسرعه مع المجموعه اللي موجوده ويعوض غياب علي معلول اللي هو مركز الظهير الايسر. وبالتالي الاهلي استفاد اكتر من الزمالك الناحيه الثانيه، لعب المباراتين ذهابا وايابا بدون ادخال اي عناصر من الصفقات الجديده، وبالتالي علشان تدخل عنصر جديد يلعب اول مباراه رسميه له، هتبقى مباراه حساسه ومباراه مهمه زي السوبر الافريقي، ده امر هيبقى في نوع من الحساسيه شويه، او نوع من التخوف عند جوميز ان هو يبدا المباراه على طول بصفقه جديده، لانه طبعا هتبقى مباراه مهمه، مباراه فيها ضغط نفسي كبير جدا، لازم اللعيب اللي هيشارك يكون لعيب عنده خبرات كبيره جدا، يقدر يتعامل مع